لما قابلت احدهم في مؤتمر منذ 3 أعوام لكلام المقاربة بين الاديان هكذا، قال احد القساوسة الكبار من الفاتيكان وانا جالس بين الحاضرين يسألني سؤالا قبل ان يبدأ كلمته: اين محمد الان يا شيخ؟ قلت له: في الجنة عند ربه. قال: حي ام ميت؟ قلت: اذا كان الشهيد عندنا حي فان محمدا الامة كلها تصلي عليه في كل وقت، فيرد الله اليه روحه، فلنعتبره حيا عند ربه. قال: وله رصيد عند ربه؟ قلت له: بلى نعم. قال: ولم لم يطلب من ربه ان يحمي له حفيده الحسين من القتل؟ تعجبت. قلت له: لقد طلب من ربه. وماذا اعطاه الرب؟ قلت: ان الرب قد بكى. عجبا، الرب يبكي؟ قلت له: نعم، واذا عرف السبب بطل العجب. قال له: اذا لم احمي ولدي من الصلب كيف احمي حفيدك من القتل؟ سبحان الله. المهم، الله سبحانه وتعالى، والله يا اخوه اقسم بالله ان الحق ابلج وان الباطل لجلج. وهو احد كبار الاساقفه في الفاتيكان قبل ان يبدا كلمته وكانما سبحانه اهتزت الوريقات في يديه، وظل دقيقتين يشرب الماء قبل ان يبدا المحاضره. وطبعا صدر قرار من المؤتمر الا احضر مثل هذه المؤتمرات مره اخرى، معروف. انا اريد ان اركز على ايتين كريمتين تري مكانتنا ومكانة اتباعنا للبشير النذير صلى الله عليه وسلم.